بتهمة اغتصاب القاصرات وتصويرهن. محاكمة رجل فرنسي بدأت اليوم الثلاثاء. محاكمة رجل فرنسي خمسيني في المحكمة الجزائية بمقاطعة سين ساندوني بالقرب من باريس بتهم عديدة، أبرزها اغتصاب قاصرات وتصويرهن وهن عاريات والاحتفاظ بملابسهن الداخلية. مصدر قريب من الملف يقول بأن الشرطة عثرت في بيت المتهم على أكثر من 2500 صورة لنساء عاريات معظمهن قاصرات، كما عثرت الشرطة على سراويل نسائية داخلية قذرة مخبأة داخل أكياس بلاستيكية. واكتشفت الشرطة في حمام بيت المتهم وجود كاميرا مراقبة كان يستخدمها في تصوير ضحاياه بعد الاعتداء عليهن. الشرطة والتحقيق وصلوا إلى الرجل الخمسيني عبر طالبة قاصرة كان المتهم قد تعرف عليها عن طريق تطبيق الإنستغرام، واستطاع استدراجها إلى بيته وقام باغتصابها، الأمر الذي جعل المرشد النفسي في مدرسة الطالبة ملاحظة التغير الكبير الذي طرأ على سلوك الأخيرة. بعدها أخبرت الطالبة الشرطة بكل ما حصل معها. كما يقول المصدر القريب من الملف بأن الرجل المتهم كان ضحية اعتداءات جنسية متكررة من زوج أمه عندما كان في 7 من عمره، الأمر الذي جعل نفسيته الجنسية منحرفة ومريضة إلى هذا الحد، لا سيما جمعه لسراويل ضحاياه القاصرات الداخلية.